حاسه صار لي زمان ما عملت تسريحه، بس جهزت شعري للعشاء اليوم هيك بالدايسن، وبعدين لفيت شعري باللفافات وتركتهم، لانه اذا بتحبوا الفوليوم لازم تجربوا هي الطريقه، لانه رح تشوفوا فوليوم ما شفتوا بحياتكم. وبضاين، فهذا الشيء اللي بحبه. لا، كل ما طولوا اللفافات على شعركم اكثر، كل ما رح تشوفوا نتيجه اكثر. المهم نبلش بالميك اب. حاسه زمان ما صورت لكم الميك اب روتين اللي بعمله. حاسه اصلا صار لي زمان كثير ما انه حطيت هيك انه ميك اب مثل العالم والناس. دائما شيء سمبل، بس بعرف حالي انه رح اعمل شيء سمبل بالاخير كمان مره. اوكي، لازم اول شيء نرطب البشره كثير منيح، ولبين ما شوي ينشف الكريم على وشي. عم فكر اني بلش بحواجبي وثبتهم. اوكي لحظه، اعتقد هاي شوي حتخلص عندي، لازم اجيب وحده ثانيه. اعطوني اقتراحات شو ممكن جيب براو جل هيك براند حلو انتو استعملتوه، لانه انا ما مجربه كثير انواع براو جلز. اوكي، وبدون لون، هيك براو جل عادي يعني. اوكي، حمشط حواجبي لفوق، بحب هيك مشطهم لفوق وبعدين بظبطهم كيف هيك، شوفوا. بعدين هدول الطايرين بطرف الفرشاي بنزلهم هيك. لفوق نشوفوا كيف بيطيروا. بعدين بننزل. اول مره حسيت بخبطات البيبي. تخيلوا انه كنت ما بعرف انه هي الخبطات، بس اعتقد بين الاسبوع 22 23. اوكي، كنت مفكره انه هذا الشعور اللي عم حسه غازات. اوكي اوكي غازات، او هيك بطني عم بيهضم، ما بعرف. اوكي، لان هيك شعور بدايه الخبط، لانه ما بيكون خبط هيك واضح. كيف عرفت انه هاي حركه البيبي؟ كنت عند الدكتوره عم بعمل الترا ساوند، عم شيك على البيبي، عم بطمن، وبعدين شفت بالالترا ساوند خبطه، البيبي خبط هيك برجله، فانا حسيت فيها. فطلعت هيك قلتي هذا هو الشعور، لانه حسيت نفس شعور الغازات عن جد. يعني ما بتحسوا شعور خبطه، بس بصراحه شعور غريب. بالبدايه لانه ما كنت مستوعبه انه هي الخبطه، او هي الحركه، فما كنت حاسه بشعور معين. بس بعدين بس كبر البيبي وبلش ما شاء الله يعمل جمباز ليك حكيتها، جيمناستكس عن جد جوا معدتي، يعني عم يتشقلب وما بعرف شو صاير عنده. شكله داخل بتورنمنت، عنده مباراه، شي شغله الله اعلم، ما شاء الله ما شاء الله. ف هون الشعور بيكون غريب. واحيانا احكي هيك بصدق، يعني احيانا بيكون مزعج بداية. يعني حاليا هلا في احيانا خبطات مؤلمة توجع يعني. فبس لا، شعور حلو هيك، تذكير انه في مخلوق جواك بضل بذكرني انه في شعور. وهلا عم حاول احكي مع البيبي اكثر، وغيس يحكي مع البيبي اكثر، مشان يتعود على اصواتنا ويتجاوب معنا. يعني حتى الدكتوره قالت لي انه ممكن وقت احكي مع البيبي يتجاوب معي. فهاي اللي عم نشتغل عليها، لانه كل ما احكي شيء او اعمل اي حركه بيثبت. حتى وقت قل له لغيس يحس ببطن بخبطات البيبي، هيك يكون عم يخبط، فباخذ ايده بحطه على بطني، فجاه البيبي بيعمل فريز، ما بعرف ليه. بس يا هذا هو حاليا الوضع. هلا حطيت كونسيلر مستعمل. حاولت ما أركز كثير والله. طب في يعني دق الباب، استعملت تايت. علينا سهلين. علينا سهلين. انت بدك تجهز؟ يلا أول ما تخلص بشوي. قبل ما اخلص بشوي
هي كالعادة قبل ما اخلص بشوي، بس انا بخلص وبعدين بنطر. الزاوية بتنطر دقيقتين. والله بنطر. فتيلته طويلة، خلص ما بدي اشتكي، حاسة حالي عم بشتكي عليه. اوكي عملت بلند. بعد ما بحب اعمل بالفرشاية بالاول، بعدين بحب بالبيوتي بلندر اعمل بلند شوي. اوكي بعدين رح احط اللون الافتح. اوكي بس هون نرجع نعمل بلند. نسيت اعمل بلند بالفرشاي، ما علينا. قلتلكن رح فرجيكن المنتجات، بس عم بستنى يوصلوا المنتجات الناقصة عندي مشان اقدر انا اعمل لكم البرودكتس كلها او فرجيكم البرودكتس كلها، لانه في اشياء كتير ناقصة، في اشياء خلصتها، ف بدكم تستنوا بس كم يوم. اوكي سو حطيت بلاش على ايدي، بعدين هيك شوي سبراي، بعدين بالفرشاية نعمل بلند. اوكي هيك ونطبطب البلاش. عم بستعمل توست تدي مشان خلي لوك التان، ما روح لوك التان. اوكي ولازم احط على الجبين كمان مشان يبين بلندد ويبين ناتشرال. لا انا مو حاطه شيء ابدا على جبيني، بس حطيت كونسيلر هون وكونسيلر هون بس، ففينا نقول لوك ناتشرال. بس حتى لو لوك ناتشرال وخفيف حيبين انه حاطين ميك اب. اوكي ولازم على الانف لانه عاملين تان لوك، فبيبين انه نحن sunburned. اوكي لا تخافوا من كمية البلوش اللي بتحطوها هلا، لانه كلها رح تخف بعدين. اذا بدكم تخففوا فيكم هيك تاخذوا بيوتي بلندر وتطبطبوا شوي. اوكي فبعد ما حطيت البلوش بدي احط لوز باودر. بحب استنى شوي الكونسيلر ينشف بس نتفه. اوكي بعدين ثواني ارجع اعمل بلنداية سريعة و هكذا هكذا بهكذا. وين راحت الاسفنجة؟ اوكي اتركها شوي بس هحط هون المكان اللي حطيت فيه الكونسيلر. تمام. هلا شو بدنا نعمل؟ عم فكر اعمل مسكرة وكحلة جوا العين. بستعمل مسكرة مينا الشيخلي كيرفد تحديدا مشان يعطيني هي الكيرف للرموش. شو كان بدي اعمل؟ سوري الذاكرة عندي مضروبة. كان بدي احط كحلة بعيني صح، بس شكل الكحلة البنية عندي خالصة. هاي مشكلة. شو بدنا نعمل؟ هجرب احط هاد. اوكي اول شي رح احط كحلة بنية جوا العين. ما بيمشي الحال لانه هذا البلان. هحط كحلة سودا.
ما كتير بدي غمقها بس هيك شوي. اوكي هيك تمام. استعملت هاي الكحلة Hourglass ضيقة، هاي كحلة سودا. اوكي وبعدها المسكرة اللي اختفت. ليش الاشياء اللي انا اختفت؟ قدام خلتي. اوكي شو رح استعمل وراح كثف المسكرة، يعني حاحط اكتر من طبقة بس لانه عشاء ولازم شوي هيك زيادة. سليكو حبيت السؤال لانه اغلب الاسئله عن البيبي وانا جعبالي احكي عن مواضيع مثل ايام زمان. اسلوب النقاش او بوقت المشاكل مع شريك الحياه، او كيف تتعاملي بوقت المشاكل وكيف علاقتك تكون صحيه. اول نصيحه بنصحها انه ما نتناقش ونحن معصبين. اوكي هي صعبه، انا مو احسن وحده بهذا الموضوع، انا انسانه انفعاليه. اوكي ممكن انفعل بسرعه بس كثير بهدى بسرعه، فحاول اني ما اتناقش وانا كثير معصبه او كثير فايره، لانه الانسان ممكن يغلط وما بيكون حاسب حسابه، بيكون عم يحكي بدون ما يفكر. اوكي وبحس هذا اكبر غلط، انه الانسان يحكي بدون ما يفكر، لانه ممكن يندم على اشياء تنحكى، وممكن هاي الاشياء تاثر بالشريك. يعني حتى لو انحكت بدون قصد ممكن تعلم او تجرح الشخص. هاي نمبر 1. نمبر 2 communication. وقت انا احكي communication انه نتواصل مع انه شريك الحياة. اوكي شريك حياتنا. اوكي دائما نختار الوقت الصح to communicate. كيف يعني؟ انا وغيث متعود، يعني هذه كانت قاعده من القواعد اللي نحن بنيناها مع بعض اول العلاقه، انه اي شيء بضايقنا لازم نحكي، ما نكتم. كل ما نحن كتمنا كل ما زادت المشاكل، واحيانا الكتم بيخلق مشاكل تانية مو موجوده، هذا الشيء بيطبق بكثير علاقات. يعني احيانا بيكون غلط كتير بسيط بين شخص وشخص، اوكي، بس لانه الشخص كتير بيكتم وما بيحكي فبيصير يشوف كل الاغلاط. كتير غريب هذا الموضوع، انا كتير ضده، ما بحب، لاني انسانه ما بحب المشاكل، فانا هيك مخي بيشتغل. في ناس ممكن يحبوا المشاكل او بيحبوا النقاش او الاختلاط، ف بيضلوا كاتمين مشان تكبر المواضيع بدل ما تصغر. مع شريك الحياة لازم دائما أول ما تتضايقوا من شغلة تلاقوا الوقت المناسب لتحكوا فيه. مو وقت مثلا شريك حياتنا يكون مشغول بشيء أو متضايق من شيء تجي والله بدي أحكي معك أنت ضايقت من 1 2 3، لأنه ممكن حالته الحالية ممكن تفجر بطريقة مختلفة. فبنختار الوقت الصح. يعني في كتير مرات قعدنا أنا وغيث حكينا إنه أوكي أنا ضايقت من هالشغلة بليز كذا، فبيكون النقاش لطيف، وهيك الشريك ممكن يفهم شو الاشياء اللي ضايقت هذا الشخص، وممكن نصلح كثير اشياء نحن مثلا ما كنا منتبهين عليها. ممكن في اشياء ضايقتني منه او هو تضايق مني فيها، انا مو شايفته ولا هو شايفه. فكوميونيكيشن، ودائما بالهداوه وبرقي بدون انفعال وصريخ حاولوا تتجنبوا وقت تحسوا حالكم انفعلتوا او عصبتوا هيك عدوا ل10. اوكي لاقوا وقت تحسوا حالكم انه شوي هديتوا مشان تحكوا مشان ما تغلطوا. هاي يعني النصيحة الكبرى. اوكي بس على السريع فرجيكم الليب كومبو. استعملت هاد من ميك اب فور ايفر. اوكي هذا اللون اسمه wherever walnut. اوكي بعدين التنت ليب تنت هيك احمر مع الميك اب فور ايفر ليب جلوس احمر عشان يعطي هيك تشيري ليبس.